بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. معاكم اخوكم مدحت يا جماعة من قناة ابو غابة للاساس الراقي، ملك الاماكن السرية في مصر لله الحمد. تمام؟ ان شاء الله يا جماعة ده مكتب وفيه 7 اماكن سرية. طبعا يا جماعة المكتب ده معروف، بس كل يوم بينزل انا لازم اوريهولك وافرجك عليه. كل يوم بعمله لازم انا افرجك عليه. المكتب ده موجود منه يا جماعة كذا لون موجود على القناة. شايفين يا جماعه ده فيه 7 اماكن سريه. طبعا يا جماعه انتوا عارفينه وناس كتير شافته، اللي ما شافوش برضو هنفرجكم على 7 اماكن سريه. الحمد لله ده حصري يا جماعه، تصنيع ابو غابه الاساس الراقي، ما بنقلدش حد. الحمد لله الناس كلها بتقلدنا وده شرف لينا. مش مشكله يا جماعه نحجب الحاجه، لا لازم كله ياخد فكره ويتعلم ونعلم الناس. واللي بيقول لي كده انت ضيعت السر، ما انا لازم اوصل لك، فهمتني؟ فدلوقتي يا جماعه هفرجكم على اللي موجود فيه قطعة قطعة وحاجة حاجة. بس قبل ما افرجكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. انتوا سريع ونرجع مع بعض تاني، ما تروحوش في أي حتة. يلا بينا. الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا جماعة ده مكتب وفيه 7 أماكن سرية. أول مكان نسمي الله كده ونوريه لحضراتكم. بنفتح الدرج يا جماعة بالشكل ده. الكالون بتاعنا الالماني طبعا شغال قدام حضراتكم اهوت زي الساعه. تمام اهو. بص اهو، واروح جاي قافل كده، افتح بالشكل ده يطلع لك ادي اول رقم في السري اللي هو رقم 1. تمام، ده اول مكان سري اللي هو رقم 1. نقفل بقى كده، نفتح كده، خلاص اتلغى. طبعا الجزء اللي فوق ده يا جماعه بيتثبت، محدش بيقدر يوصل له نهائيا زي ما انتم شايفين. طبعا المفتاح ده بقى عايزين بقى نوصل لايه؟ لرقم 2. رقم 2 بالشكل ده نعمل كده كده، نروح جايين فاتحين الدرج بتاعنا كده بالشكل ده. تمام، ننزل بقى بالراحه كده بالشكل ده كده، بالراحه. تعالى معايا، قرب معايا، نبص تحت كده يا جماعه، نلاقي ايه؟ في كالون قدام حضراتكم جوه. واضح الكالون قدام حضراتكم. بخش بفتح بالشكل ده اهو. بفتح يا جماعه الضرفه، تلاقي عندك مكان سري جوه. حط اللي نفسك فيه كله. اي حاجه انت قلقان عليها تحطها وتنساها وما تقلقش عليها تاني خالص. زي ما انتم شايفين انا بفتح واقفل شغاله زي الفل. تمام اهي. بروح جاي بعد كده، ده كده رقم ايه؟ رقم 2. قفلت كده يا شباب. زي ما انتم شايفين يا جماعه الخزنه طبعا الكالون قدامكم اهو. اول ما بقفل الدرج ده بالشكل ده اهو كده، انا قفلت الدرج ده يا جماعه. المكان اللي ورا ده خلاص كانه ما هوش موجود، يعني المكان كده يا جماعه اتقفل. وطبعا الجزء ده بيتثبت تثبيت من النار، محدش بيتوقعه او حد اصلا يقدر يوصل له نهائي. تمام. طبعا انا كده اوريكم واحد واوريكم لما بنقفل بالشكل ده يا جماعه خلاص الوضع كده اتدفن ومفيش اي حد هيقدر يوصل لاي حاجه. طبعا الجزء ده بيتثبت محدش بيوصل له نهائي. نيجي بعد كده يا جماعه انا اوريكم ايه؟ واحد كده، اوريكم رقم 2. عايز انت تشوف رقم كام بقى؟ عايز تشوف مني رقم 3. بكل بساطه يا جماعه بشد دي كده، اروح جاي فاتحها بالشكل ده. تمام. عايز اوريكم رقم 3 اهو. باجي هنا في مسمارين كده، بروح جاي فاتحهم بالشكل ده كده اهو. تفتح بالشكل ده يا باشا، تلاقي قدامك فتح المكان ده. تروح جاي شادد الدرج ده كده زي ما انتم شايفين اهو. تحط اللي نفسك فيه كله في الدرج ده. اي حاجه انت عايزها حطها يا باشا وقلبك زي الحديد. طبعا احنا بنربط المسمار ده عشان نشد منه اهو. تمام. حط يا باشا الدرج بتاعك، هو بيخش ويطلع بكل السهوله اهو. بص الدرج بيخش ويطلع بكل السهوله. شيل الدرج كده يا جماعه، حط اللي نفسك فيه كورونيل. بعد كده برده في حته جوه كمان اهي. شايف الجزء اللي جوه ده؟ حته برده ديت ايه؟ رقم 4. يبقى انا كده وريتك 1 و2 و4. تمام. وشغاله طبعا تاتش زي ما انتم شايفين اهو. بص التاتش شغاله تاتش يا شباب، ان انت تحط اللي نفسك فيه كله اهو. وبنفتح الدرج كده ونروح مركبينه بالشكل ده كده اهو. الدرج ركب، نروح جايين قافلين تمام. الدنيا بقت زي الفل معاك اهي. تروح جاي رابط المسمار ده، طبعا بتأمن بيه نفس الشكل ده كده. بنأمن كده خلاص الدرج اتأمن، انسى ان حد يقدر يفتحه. وبنقفل الدرج بالشكل ده خلاص. المكان ده كده مات نهائي، محدش بيتوقع فيه اي حاجه خالص.
زي ما انتم شايفين كده. انا اوريكم لغايه ايه؟ اوريكم لغايه رقم 4. تمام؟ عايزين بعد كده اوريكم رقم كام؟ اوريك 5 و6. عايز تشوف مني 5 و6. تمام؟ بص موضوع سهل وبسيط خالص. بنيجي هنا كده بالشكل ده، نقفل الضرفه. طبعا الضرفه دي يا جماعه موجوده طبعا سوفت كلوز زي ما انتم شايفين. بنضغط فيها ضغطه كده تلاقي الدرج فتح قدامك. بص واخد بالك؟ شغال زي الساعه قدامك اهو، ما فيهوش اي مشكله. تمام؟ عايزين بقى طبعا اوريكم رقم ايه؟ انا كده وريتكم رقم كام؟ انا وريتكم 4 كده 5 اللي انا وريته لكم اهو. 5 اهو. الدرج طبعا بيفتح خلاص، مش هيفتح عن كده نهائي. عايز بقى تشوف رقم 5، ده رقم 5. عايز تشوف رقم 6، بنحط المغناطيس بالمنطقه دي زي ما انتم عارفين ونشد كده يا جماعه، يطلع لك رقم كام؟ يطلع لك رقم 6. يبقى انا وريتك 5 و6. وبصوا الدرج اهو شغاله زي الفل اهي. الميجر بتاعتنا طبعا يا جماعه طالبه بنشغلها الشله الايطالي والالماني. الحمد لله يا جماعه اعلى مستوى واعلى خامات زي ما انتم شايفين اهو. نقفل بقى بالشكل ده. تمام؟ نشيل الايه؟ المغناطيس. شيلنا المغناطيس كده، نقفل تاني، نفتح نلاقي الجزء اللي ورا اختفى. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعه محدش بيتوقعها، انت بس اللي تبقى عارف. وزي ما انتم شايفين متأمنه تأمين من النار وحاجه 10 على 10. طبعا كده انا فرجتك على رقم كام؟ وريتك رقم 6. عايز انت كده تشوف مني رقم 7. رقم 7 يا جماعه ده طبعا مكان اهو بنفتحه للكيبورد. عادي خالص للكيبورد ان انت تعمل فيه اي حاجه بتاعه وتشتغل بيه زي الفل. تفتح وتقفل شغال زي الفل. عايز اوريك انا رقم كام بقى؟ رقم 7. بنحط بس المغناطيس في المنطقه دي كده اهو. حطينا المغناطيس نشد، تلاقي يا باشا طلع لك رقم 7 مخفي برضه ورا. حط اللي نفسك فيه كله، حاجات بقى السريعه بتاع اللي محدش موبايل فلوس بتاع بعيد عن الاطفال، اي حاجه محدش يقدر يوصل لها الا انت بس اللي توصلها. طبعا شلت المغناطيس اهو، تفتح المكان اتلغى. عايز تشغله اهو شغل يا باشا. ده عندك 1 2 الدنيا زي الفل و10 على 10. وبكده يا جماعه اكون فرجتكم على ال7 اماكن سريه. يا ريت لو عجبكم الشغل اللي احنا بنقدمه او عجبكم المنتجات اللي احنا بنقدمها تدعموني باللايك، تفعيل الجرس، واشتراك في القناه. نركب بقى كده الدرج بتاعنا بكل سهوله وبساطه. كده الدرج ركب يا جماعه. كونين الالماني طبعا فيه تامين وحاجات بنامن بيها الشغل ده، ما بنعرفهاش الا للعميل. وبكده يكون الفيديو خلص. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وكان معاكم اخوكم مدحت من قناه ابو غابه الاساس راكي، ملك الاماكن السريه في مصر. لله الحمد. سلام.